الحالة المرضية لمريض الفشل الكلوي بتفرق في قرار العملية؟ طبعا. ليه؟ لأن مريض الفشل الكلوي اللي مصاحب ليه فشل في عضلة القلب ويكون ضغطه عالي، لازم تكون الوصلة الشريانية الوردية بقطر معين وما تتعداش حجم معين علشان ما تزودش عملية الفشل في وظائف القلب الموجودة. طيب مريض الفشل الكلوي اللي بيكون ضغطه واطي، مريض الفشل الكلوي اللي بيكون ضغطه واطي ما ينفعش يتعمل له وصلة شريانية وردية إلا بقطر وريد وشريان معينين علشان العملية ما تقفلش. طيب مريض الفشل الكلوي اللي بيكون مصاحب ليه أمراض مناعية زي أمراض الذئبة، الروماتويد وخلافه من الأمراض المناعية، دي بيكون لها حسابات معقدة جدا لسببين. أولا لأن الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين بيكون فيهم التهاب شديد، فممكن بعد العملية يقفلوا. فلازم اختيار المكان اللي بيتعمل فيه العملية للمرضى اللي عندهم أمراض مناعية يختار بعناية شديدة جدا علشان ما يقفلش. وفي نفس الوقت الطريقة اللي بتستخدم في عمل التوصيل بيكون طريقة معينة علشان جدار الوريد بيكون ملتهب فما يحصلش فيه مشكلة. كمان مرضى الأجسام المضادة المسببة للجلطات قبل ما تعمل أي عملية لازم يكونوا وصلوا لدرجة سيولة معينة، ويفضل في بداية المرض ده إن احنا نستخدم قسطرة مستديمة علشان أي عملية لو اتعملت في البداية ممكن تقفل نتيجة لوجود الأجسام المضادة دي. وكذلك مرضى انسداد الأوردة المركزية نتيجة استخدام أساطر مؤقتة باستمرار بيكون معاهم عمل عمليات الوصلة الشريانية مصاحب لمشاكل جامدة جدا، منها تورم الذراعين والوجه. علشان كده قبل ما تقرر تعمل عملية الوصلة الشريانية الوردية اختار الدكتور اللي يقدر يقف على تشخيص حالتك صح ويديك أفضل نتيجة ممكنة.